السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في قناة كلاسيك كار. هنتكلم النهاردة عن هيونداي الانترا أو إيفنتا من 2004 ل 2006. هنتكلم عن تفاصيل عامة عن السيارة ومواصفاتها ومميزاتها وعيوبها، وهنشوف أسعارها، وهي من أجمل السيارات في السوق المصري ومطلوبة جدا. والسيارة دي فعلا ثبتت نجاحها في مصر. يلا بينا ندخل ونشوف. اهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم عن اسطوره هيونداي في مصر، هيونداي الانترا او ايفنتا من 2004 الى 2006. في منها نسختين، نسخه الاكس دي والنسخه الانتاج الكوري. بالنسبه للاكس دي اللي هو خاص بالوكيل المصري، في منه فئات متعدده، الجي ال والجي ال اس، كما يوجد منها سياره تحت اسم مواصفات خاصه، فئات ديلوكس وجولد. طبعا السياره بتيجي بمواصفات عاليه جدا، بتبقى فيها مرايات ضم، فتحة سقف، فوانيس سموك، بتبقى فيها اوبشن عالي جدا، بتفرق عن الوكيل المصري. هنبدأ بقى نتكلم دلوقتي عن محرك السيارة. محرك السيارة 1600 سي سي 2 كامة 16 صباب، 106 حصان عند 580 لفة، عزم الدوران 143 نيوتن عند 3000 لفة. اما بالنسبه لناقل الحركه، المانيوال 5 نقلات والاوتوماتيك 4 نقلات. الفتيس القديم مفيش منه ستيبترونيك. هنيجي بعد كده نتكلم عن وسائل الامان للسياره. طبعا احنا عارفين ان في نسخه مصريه ونسخه كوريه. النسخه المصريه لا يوجد بها اي وسائل امان، طبعا معروف حزام الامان وشكرا. اما بالنسبه للنسخه الكوريه ما شاء الله عليها، فيها الاي بي اس و2 ايرباج او فيها 4 ايرباج على حسب الفئات، والاي بي دي. عربيه ناجحه جدا في وسائل الامان، لدرجة إنها واخدة 3 نجمات من 5 في اختبارات الأمان. هنتكلم عن داخل السيارة. طبعا التابلو مصنع من البلاستيك فهو ضعيف نسبيا. أما بالنسبة للأوبشنز في السيارة طبعا يختلف من المواصفات الخاصة للوكيل. المواصفات الخاصة طبعا يفرق في فتحة السقف، بيفرق في التكييف ديجيتال، مرايات ضم ومرايات كهرباء، وسخانات كراسي، وكل ده موجود في المواصفات الخاصة. طبعا في منها فئات اللي هو الديولكس والجولد. فطبعا معروف سيارات المواصفات خاصة الكورية أفضل من الوكيل في مصر. هنتكلم عن الشكل الخارجي للسيارة. طبعا حدث تغيير في الشكل. الشبكة الخارجية من النيكل والكروم والفوانيس، منها السموك ومنها العادة، طبعا على حسب الفئة اللي جاية من كوريا أو فئة الوكيل في مصر. والفوانيس الخلفية واضحة الرؤية على الطريق. أما بالنسبة للجنوط، في منه الحديد ومنه الجنوط الألمنيوم، طبعا بتفرق من الوكيل للمواصفات الخاصة. هنتكلم عن نظام التعليق في السيارة والثبات. طبعا وزن السيارة 1200 أو أكتر. قاعدة العجلات السيارة متسعة، فيوجد راحة للراكب ويوجد ثبات أكتر على الطريق. قاعدة عجلات 260 سنتي. نظام التعليق للسيارة منفصل، طبعا يديك راحة أكتر للراكب وللسائق. الثبات جيد جدا في السيارة، فهي إلى حد ما ممتازة جدا في الثبات. هنيجي بعد كده هنتكلم عن مميزات وعيوب السيارة. هنبدأ بمميزات السيارة. اول حاجه الثبات بتاعها ممتاز جدا. طبعا العربيه واطيه شويه عن الارض، العفشه بتاعتها منفصله، ده يديك ثبات محترم جدا. صالون السياره واسع، طبعا بيدي راحة للراكب الأمامي وللخلفي. قطع غيار السيارة متوفرة جدا، وبالنسبة لصيانتها سهلة جدا، تروح عند أي ميكانيكي أو كهربائي بيفهم فيها. فالأفضل بالنسبة لهذه السيارة المواصفات الخاصة، إن كان إيدولكس أو الجولد. فبالتالي أنت بتستمتع بركوب عربية لما بتستوردها من بره من المواصفات الخاصة. هنيجي بعد كده هنتكلم عن عيوب السيارة. أول حاجة التابلو كله بيشتكي منه عشان ضعيف، مصنع من البلاستيك. تاني حاجة حجم شنطة السيارة صغيرا إلى حد ما، يعني ممكن يبقى في حدود 400 لتر. ده ممكن يبقى عيب برضو. والكده يبقى احنا اتكلمنا عن مميزات وعيوب السيارة. عايزين نعرف أسعارها إيه دلوقتي في السوق. لو السيارة فئة أولى مانيوال بتتكلم من 200 ألف إلى 230 240. لو أوتوماتيك بتتكلم من 230 240 ل 280 أو 300 ألف. طبعا حالة السيارة تفرق معاك، إن كان فيها شغل أو ما فيهاش شغل. بتفرق معاك الإكس دي الوكيل أو السيارات المواصفات الخاصة، كل ده بيفرق معاك في السعر. والكده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت تسيب لنا أحلى إعجاب وتسيب لنا سبسكرايب. لكم مني وكل التحية، ويا ريت تصلي على النبي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.